أنا عندي ولد أو بنت ممكن يكون أعمارهم قريبة من بعض، وكتير مننا يعني الفرق الرسمي اللي احنا عارفينه يعني سنتين 3، فبيقولوا لا دول أطفال صغيرين عادي إن هم يستحموا مع بعض أو يشجعوا بعض إن هم يستحموا، عادي إن هو يحصل كده. وفي طبعا ناس تانية تقولك لا فعلا ماشيين بمبدأ الخصوصية. طب أنا دلوقتي أعلم ولادي إزاي لما أطلع بره البيت؟ أنا رايحة النادي، رايحة المدرسة، رايحة ده يعني أي مشوار، رايحة الحضانة لأنهم لسه أطفال صغيرين، إزاي أعلمهم يحافظوا على خصوصيتهم، على جسمهم، على الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، إزاي نعلمهم كده؟ طيب ده سؤال جميل جدا. لو أنا علمت ابن الخصوصية والمهارات دي في البيت، هتبقى في بره البيت، في المدرسة، في النادي، عندي جيران، عندي أحد الأقارب، هي خلاص أنت بتديله أدوات ومهارات للخصوصية ديت. بس قبل ما أنت تيجي تعلميه المهارات ديت، جاوب على الأسئلة بتاعته اللي هي محيراه وبيبقى عنده فضول فيها. يعني الأطفال بيبتدوا يلمسوا أعضائهم التناسلية، نوع من أنواع الاستكشاف. طبيعي. رد الفعل الأهل بيبقى إيه؟ رد الفعل بيبقى عقاب شديد جدا وحرمان وضرب والكلام ده كله. كتير من الأمهات بتتباهى بتقول إن أنا لما بلاقي ابني أو بنتي بيلمس الأعضاء ديت أنا بضربه مرة واثنين وثلاثة فخلاص بطل. لا، هو ما بطلش، ده هو بيزيد الفضول أكتر إن هو يستكشف. وفي أطفال كتير جدا أذت نفسها من موضوع الاستكشاف. أنا أحكي إزاي؟ ما هو أنا برضو أنت مش هتحكي، انت مش هتحكي. خلينا نديله بقى مهاره. انا ابني الممنوع مرغوب. لما يجي الطفل يجي يقول انا لما بلمس دي ماما ما بتضربنيش، لما بحط صباعي في عينيها ما شايف حاجه بقى بتنور ما بتضربنيش، ولكن هي بتضربني وبتعاقب لما بلمس المنطقه هنا. يبقى هنا في ايه؟ في كنز لازم استكشفه. فهي خلينا الام تبقى ذكيه، زي ما هي بتشيل ايديه كده هو بيلمس الاعضاء دوت عشان يستكشفها. هو مش قليل الادب يا جماعه، اطفالنا ابرياء الى اقصى درجه، ولكن تلهيه بلعبه، بكوره، بعروسه، مره بدون ما تعلق خالص، مره في مره هو هينسى خلاص. يبقى ماما مش بتعقب على المنطقه ديت الخصوصيه. الحاجه الثانيه لازم تبقى الام واعيه وهي بتدي المهارات ديت. المهارات اللي هي بتعلمها لازم يكونوا فيهم 3 حاجات. ايوه، معرفي، تديله معلومه، وتديله مهاره يعملها، ويمس وجدانه. يعني ايه معلومه دي معروفه، لكن مهاره ويمس وجدانه دول مش عارفه. مهاره ان هي تيجي تقول له تعالى احنا هنتعلم ازاي نرفض. احنا معلمين ولادنا الاستكانه. لو حد طلب منك حاجه او هترفض قول حاضر، وخاصه الكبير. ومع الاسف الاستغلال الجنسي والتحرشات والانتهاكات دايما بيجي من اكبر لاصغر، الاقوى فالاضعف. فاحنا اولادنا ما بيتكلموش، ما بيقدروش يعبروا ده. ودايما الام تديله مثلا ايه، تعالى نعمل تدريب. لو لقيت نفسك واحد في الشارع هتعمل، لو حد قال لك مثلا وقف منك جنبك ولمس جسمك، هتسكت ولا هتصرخ؟ لا هصرخ. طب هتقول ايه بصوت عالي؟ لا. فيبتدي يعمل نشاط، لا بصوت عالي. فيبتدي يطلع الكبت اللي جواه. اطفالنا صوتهم بيبقى واطي ما بيعرفوش. طيب لو انت لقيت نفسك ماشي في شارع والدنيا ضلمه وحسيت بخطوات وراك، هتوقف ولا هتدافع ولا مش عارفه ايه؟ تعمل ايه؟ اهرب. طب تعالى نجري مع بعض كده نشوف مين اللي هيسبق هنا. ونعلمه ان قوه الطفل مش في عضلاته، لان الاقوى قوه الطفل في رجليه وقوه الطفل في صراخه. فلما هم حد، تخيل حضرتك ماشيه كده وطفل صرخ او استغاث، هتعملي ايه؟ كله هيجري عليه. هو المنتهك هيجري. صحيح. كمان حاجه تانية اللي احنا لازم نعلمها لاولادنا ودي مهمه جدا جدا. احنا دايما يا جماعه نوعي اولادنا من الغريب ونسيب القريب. ودي الخطوره، ودي مشكله كبيره جدا. احنا لما كنا بنقعد مع الاطفال ونيجي نقول هل في انتهاك للاب، هل حد ممكن اخ
يرفضوا اي قريب ويقولوا كله غريب. دي مهاره انت بتعلميها، بتديله مواصفات المنتهك قريب او غريب. صحيح. ولازم يبقى في حدود في المسافات، احترام المسافات. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا بقولها لكل ام او كل اب، اياكم اجبار الطفل على القبلات او على الاحضان او على السلامات او على البيات في بيت واحد مع حد جاي يزورنا. الطفل بيبقى عنده استشعار بالراحه او بالقلق. فلو انا ابني جه قال لي انا مش بستريح علشان انام جنب فرشه فلانه، ما ينامش. والمفترض ان محدش ينام جنب حد. صحيح. يعني لو جه بنتي قالت لي انا ما بسلمش على عمه علشان يا ماما بيضايقني من غير ما تعبر، ما اجبرهاش. هحترم ديت يا جماعه. زي الامهات اللي بتطلع المواصلات وتجبر ولادها انها تقعد على حجر حد، والطفل بيبقى طول الوقت ملمق ومتضايق. صحيح. والام يعني فدي مشكله كبيره. فهي دي بدايه الخصوصيه. لو ادينا المهارات دي لاولادنا، انت بتدي له اسعافات اوليه وتدي له مهارات. وكمان في حاجه انت بتبني بينك وبينه، ودي مهمه جدا جدا، جدار كبير من الثقه، ان انت الحامي، انت هتصدقيه، انا اللي هحميك. لان احنا لما كنا بنعمل تدريبات وبنقول للطفل لازم تقول، فالطفل بيبقى اهون عليه ان هو يفضل مستغل او منتهك ولا يواجه الام او الاب. ليه؟ خايف، مش هيصدقوني، هيضربوني، هيعاقبوني كده. فدايما احنا مع الاسف يعني بعض الاهل بتعاقب المجني عليه وتسيب الجاني، وبعدين دول اطفال. دول اطفال.